يعتبر تيك توك واحد من أشهر التطبيقات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية واسعة الانتشار، حيث يستخدمه ملايين البشر حول العالم رغم التحذيرات المتعددة من مخاطره خاصة على صغار السن والمراهقين. ومع الانتشار الواسع الذي حققه تيك توك خاصة في المغرب، اتهم البعض التطبيق بأنه يساعد على نشر قيم وسلوكيات منافية للآداب العامة للمجتمع المغربي ويشكل خطرا على صغار السن والمراهقين، حيث تسببت العديد من المواد والألعاب المنتشرة عبر التطبيق في حالة من الجدل بعد تأثر المراهقين بها، ولحماية للشباب وللناشئة وصغار للسن من التأثيرات السلبية لتلك التطبيقات ومنها تيك توك. ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اقتراحا بشأن حظر تيك توك في المغرب وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لا سيما في قطاع الشباب والطفولة. وخلال اجتماع عقدته اللجنة للتعليم وللثقافة والاتصال الثلاثاء بحضور محمد مهدي بن سعيد وزير للشباب والثقافة والتواصل، عبر عدد من النواب عن قلقهم من بعض الظواهر التي تثير الاستياء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، نائبة برلمانية طالبت في ذات الاجتماع إلى إغلاق تطبيق تيك توك لما أضحى يشكله من مخاطر على الأطفال، معبرة عن القلق من المحتويات الهدامة والخطيرة التي تهدد الأجيال الناشئة. ويوما بعد آخر يزداد عدد الدول التي تفرض حظرا أو غرامات مالية على تطبيق تيك توك بسبب مخاوف أمنية ومزاعم بانتهاك الخصوصية.